عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم النشرة الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. رحلة ومسيرة النائب محمد خالد القاضي السياسية. بدأت رحلة النائب محمد خالد القاضي في عالم السياسة في بيئة غنية بالتراث السياسي والنضال من أجل الوطن، حيث ولد في محافظة قنا ويبلغ من العمر 28 عاماً. نشأ في أسرة لها تاريخ في الخدمة العامة، حيث أن والده اللواء والنائب السابق خالد القاضي كان له دورا بارزا في الحياة السياسية. التعليم والخلفية: حصل محمد خالد القاضي على تعليمه الجامعي في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، حيث اكتسب الأسس القانونية التي ساعدته لاحقا في فهم القوانين والتشريعات. ثم تابع دراساته العليا حيث حصل على الماجستير في السياسة العامة من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية، مما أضاف إلى خبرته ومعرفته في المجال السياسي. الانخراط في العمل السياسي: بدأ القاضي مسيرته السياسية كعضو في حزب التحالف الوطني، حيث قدم نفسه كشاب متحمس يسعى لإحداث تغيير إيجابي في مجتمعه. بفضل شخصيته القوية وقدرته على التواصل الفعال مع المواطنين، استطاع القاضي أن يحقق مكانة متميزة داخل الحزب، مما أدى إلى توليه منصب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب. رئاسة الحزب: في عام 2023 تولى محمد القاضي رئاسة حزب التحالف الوطني بعد وفاة رئيسه السابق كمال الجنزوري. كانت تلك فترة حرجة للحزب، إلا أن القاضي تمكن من إعادة توجيه الحزب وتعزيز دوره في الحياة السياسية. عمل على تطوير استراتيجيات مبتكرة لتعزيز المشاركة الشعبية، مما أسهم في تعزيز حضور الحزب بالشارع المصري. الإنجازات والتأثير: قاد القاضي الحزب إلى تحقيق العديد من الإنجازات البارزة، حيث أصبح الحزب نموذجاً للأحزاب القوية في مصر. تمكن من استقطاب العديد من الشباب والكوادر الجديدة إلى العمل السياسي، مما ساهم في تجديد دماء داخل الحزب. كما أطلق العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الحوار بين مختلف الفئات السياسية والمدنية. الجوائز والتكريمات: نال محمد القاضي العديد من الجوائز والتكريمات خلال مسيرته السياسية، من بينها جائزة أفضل برلماني لعام 2024 في استفتاء أجرته مؤسسة تحيا مصر. حصل على 62% من الأصوات كأفضل شخصية حزبية، مما يعكس دعم الجمهور لجهوده وقيادته. المستقبل: يواصل محمد القاضي العمل على تطوير حزب التحالف الوطني وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المجتمعية. يسعى إلى تبني سياسات تعزز من مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية، مع التركيز على تعزيز الشفافية والمصداقية في العمل العام. تتجه أنظار الكثيرين إلى ما سيقدمه القاضي في المستقبل، حيث يعتبر رمزاً للتغيير والتجديد في السياسة المصرية، ويعكس جيلاً جديداً من القادة الذين يسعون لبناء مستقبل أفضل للوطن. النائب محمد خالد القاضي رئيس حزب التحالف الوطني المصري أشاد بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الموسعة الثانية لقمة البريكس، معتبرا إياها خريطة طريق تعيد النظر في آليات دعم اقتصاد الدول النامية، وتوضح أولويات مصر في التعامل مع القضايا الاقتصادية العالمية. كما أكد القاضي على أهمية التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الدول النامية. كما أوضح القاضي في بيانه أن استعراض الرئيس السيسي لمشكلة الديون وارتفاع تكلفة التمويل التي تؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعكس وعي مصر العميق بالمخاطر التي تهدد اقتصاديات هذه الدول، ويضع إطار واضحا للأولويات التي ينبغي أن تتصدر جدول أعمال التعاون الدولي، خصوصا فيما يتعلق بتوفير التمويل الميسر والدعم الاقتصادي لدفع عجلة التنمية. وأشار رئيس حزب التحالف الوطني إلى أن تجمع البريكس يعد فرصة فريدة لتشكيل قوة اقتصادية متنامية
قادرة على تعزيز النمو العالمي وتحفيز التجارة والاستثمار وتعزيز المصالح المشتركة. كما أكد القاضي أن انضمام مصر للبريكس يفتح آفاقا جديدة للاستثمار ويمهد الطريق لتوسيع الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، وأضاف إلى تسهيل التعامل بعملات البريكس المحلية بعيدا عن الدولار، مما يساهم في توفير السلع والخدمات بعملة محلية ويدعم استقرار الاقتصاد المصري. تعيين مستشار ب35,000 جنيه وسيارة واستراحة، طلب إحاطة إلى السيد المستشار الجليل حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس. أتقدم بطلب الإحاطة الآتي نصه: شبهة إهدار للمال العام بالتعاقد مع متحدث إعلامي للمحافظة بتاريخ 4 سبتمبر 2024، علما بأن من خلال الصحف بقرار محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي، وهو عميد سابق لكلية هندسة شبرا جامعة بنها، بتعيين الدكتور عمرو حنفي أستاذ علوم المساحة وجيوديسيا ونظام المعلومات الجغرافية بكلية هندسة شبرا جامعة بنها مستشارا للمحافظ لنظم المعلومات والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمي لمحافظ دمياط. وهذا التعاقد الذي نما لعلمنا أيضا أنه مقابل أجر في حدود 35,000 جنيها مصري، وإن صحت المعلومات المتداولة بالإضافة لاستراحة بمدينة راس البر وسيارة خاصة لتنقلاته، وحيث أننا لم يسبق لعلمنا إن أي من المحافظين قد عين مستشارا لمثل تلك الوظيفة، لا سيما وأن المحافظ نفسه عميد سابق لكلية الهندسة. فهل المحافظ المهندس في حاجة لتعيين مستشار مهندس له؟ وإن يكون متحدثا إعلاميا في سابقه لم نستدل على مثيل لها في بلد يعج بالمشاكل الاقتصادية. كما أن تكاليف شغل تلك الوظيفة هل تتناسب مع العائد أو المردود، أم أن الأمر مردود لشبهة المجاملة ما بين زميل لزميل؟ الأمر الذي يستدعي التقدم بطلب الإحاطة هذا لمناقشته بلجنة الإدارة المحلية في أقرب جلسة عاجلة بحضور السيد محافظ دمياط لتقديم صورة من العقد والمشار إليه والمخصصات الأخرى المتعلقة بالوظيفة من سكن أو سيارة والأسباب التي دعت لهذا التعاقد. وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام النائب محمد خالد القاضي رئيس الهيئة البرلمانية للتحالف الوطني المصري عضوية 122. السيد النائب محمد خالد القاضي رئيس حزب التحالف الوطني المصري، تحية طيبة وبعد، بالإشارة إلى الطلب المقدم بتزكية سيادتكم بشأن فرش وافتتاح مسجد النور بعزبة الأحرار مدينة المنصورة الدقهلية، تتشرف بالإفادة بأنه قد تم بحث الطلب وتلبية لرغبة سيادتكم تمت الموافقة على إدراج المسجد المذكور ضمن خطة فرش وافتتاحات يوم الجمعة الموافق 22/3/2024، علما بأن وزارة الأوقاف لا تدخر جهدا في تلبية طلبات سيادتكم مع تمنياتنا لسيادتكم بالتوفيق والسداد. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.